لهذا السبب لا يخسر أصحاب المهرجانات أبدا المال. بدأ كل شيء عندما أعلن أحد العاملين أن الرجل سيفوز بجائزة إذا تمكن من تفجير بالون برمية سهم واحد. اللهم أدخل الجنة كل من يضع إعجابا واشتراكا ويستغفر الله في التعليقات. واثقا من دقته أطلق الرجل السهم وأصاب الهدف من المحاولة الأولى فانفجر البالون، لكن العامل لم ينظر حتى، بل أعطاه سهما آخر مباشرة. تفاجأ الرجل، لكن العامل أوضح له أنه قد أساء الفهم، وأنه في الواقع يحتاج إلى تفجير بالونين إضافيين للفوز بالجائزة. مصمما على الفوز ركز الرجل وأصاب كلا البالونين بنجاح. صافحه العامل بحماس، وعندما ظن الجميع أن الحيلة قد انتهت أخرج سهما آخر. هذه المرة عرض عليه فرصة للفوز بجائزة أكبر من الرف العلوي، ولكن فقط إذا تمكن من إصابة هدف آخر. قبل الرجل التحدي وبضربة دقيقة فجر بالونا آخر، ثم أعطاه العامل سهما أخيرا وقال له إنه إذا أصاب البالون مرة أخرى فسيفوز بالجائزة الكبرى. ولكن انتبهوا، السهم الذي أعطاه له كان غير حاد. أدرك الرجل الخدعة على الفور، فحاول العامل التظاهر بعدم معرفته وبدل له السهم مرة أخرى. أخذ الرجل نفسا عميقا، أطلق السهم وأصاب البالون الأخير، لكنه لم يكن مستعدا لما حدث بعد ذلك. بدلا من إعطائه الجائزة طالبه العامل بدفع المال للحصول عليها. كان الرجل مصدوما تماما.